في ناس فاهمة الرجولة غلط أو بشكل غلط. كتير بيعتقد إن الرجولة مرتبطة بالفلوس أو بالقوة أو الشكل، لكن الحقيقة إن الرجولة تعتمد على حاجة واحدة فقط: الشخصية. في الفيديو ده هنتكلم عن ازاي تبني شخصية قوية تفرض احترامك وتخليك راجل بمعنى الكلمة، وهقول لك على خطوات عملية تبدأ فيها من النهاردة. الجزء الأول: بناء الثقة بالنفس. أول حاجة نتكلم عنها هي الثقة بالنفس. ممكن يكون عندك شكل جميل أو تكون غني، لكن لو مش واثق في نفسك مش هتقدر تبني شخصية قوية. ازاي تقدر تبني ثقة حقيقية؟ هقول لك على حاجات عملية. واحد: خليك صريح مع نفسك. اعرف ايه نقاط قوتك ونقاط ضعفك، بدل ما تخبي ضعفك اشتغل عليه. حس بتحسن مستمر، خليك دايما عندك وعي ذاتي. حاول تحسن من ضعفك ده، حاول تواجهه عشان تقدر تعود عليه، متبقاش نقطة ضعف عندك. اتنين: حقق أهداف صغيرة. لما تحقق أهداف بسيطة في حياتك ده هيزود ثقتك في نفسك. لو مش قادر توصل لهدف كبير قسمه لأهداف أصغر وحققها واحدة واحدة. ده اللي بقولك في كل الفيديوهات. الحاجات دي يا جدعان هتفرق معاكم كتير قوي. تلاتة: تحدي مخاوفك. كل يوم حاول تواجه حاجة كانت بتخوفك، سواء كنت تتكلم قدام الناس أو تجيب نتائج أفضل في شغلك. لما تعمل أي حاجة يا أخي تخوفك حاول تواجهها، مش هتبقى نقطة ضعف. والله أنا قلت الكلام ده في فيديوهات قبل كده. الكلام ده هيفيدكوا كتير قوي. الثقة بتزيد بشكل مستمر لو انت بتواجه مخاوفك. الجزء التاني: احترام النفس والآخرين. الاحترام هو أساس بناء شخصية قوية. لو مش بتحترم نفسك مش هتقدر تكسب احترام الآخرين. ازاي تبني احترامك في حياتك اليومية؟ واحد: احترم وقتك. لو عايز الناس تحترمك لازم تكون شخص منظم وتحترم وقتك. خليك ملتزم بمواعيدك وركز في الحاجات المهمة اللي بتسعى انك تحققها. مش كل حاجة في الحياة هتكون سهلة، الحياة مش عادلة لكل الناس، لكن الالتزام بجدولك وأهدافك هيساعدك تبني احترامك عند الناس. اتنين: تعلم تقول لأ في الوقت المناسب. لازم تكون قادر انك تقول كلمة لأ لما يحاولوا يستغلوك أو يطلبوا منك حاجة مش في صالحك. لما تبين للناس انك مش هتتنازل عن قيمك ومبادئك أو وقتك هتفرض احترامك بشكل كبير. ده مش معناه ان تكون بقى ايه اي حاجة بقى، لا الحاجة انت مش في مصلحتك كلهم لا. الجزء التالت: الرقم 3: استمع للناس. الاحترام مش بس في الكلام، كمان في الاستماع. لما تدي الناس فرصة يعبروا عن نفسهم وتسمعهم ده بيبين انك راجل محترم وقادر على التحكم في نفسك وفي تعاملك مع الآخرين. 3: انك تسمع للناس. لما انت مش تسمع للناس مش هتعرف تتكلم. هتتكلم تقول ايه وانت مش بتسمع له؟ مش بس تتكلم، لازم تسمع. لما تدي الناس فرصة يعبروا عن نفسهم وتسمعهم ده بيبين انك راجل محترم اصلا وقادر تتحكم في نفسك. الجزء التاني: الاستقلالية. الاستقلالية مش معناه انك تبقى وحيد بقى او انطوائي، لكن معناه انك تكون قادر على اتخاذ قراراتك بنفسك من غير ما تعتمد على حد. ازاي تبقى مستقل في حياتك؟ واحد: خد قراراتك بنفسك. مش كل قرار لازم تسأل فيه الناس، لازم تكون قادر على اتخاذ القرارات الصعبة والمهمة في حياتك. أول ما تبدأ في اتخاذ قراراتك بنفسك هتحس انك بتتحكم في حياتك اكتر. 2: طور مهاراتك. لو عايز تبقى مستقل لازم تكون قادر على تقديم قيمة في حياتك وفي شغلك. ده معناه انك تتعلم مهارات جديدة بشكل مستمر سواء في شغلك او في حياتك الشخصية. لو اتعلمت حاجة جديدة ومفيدة ده يخليك مستقل اكتر. 3: مواجهة التحديات. لما تواجه تحديات وتتعلم منها تحس انك قادر تعتمد على نفسك في اي وقت. مش عيب انك تقع، لكن عيب انك تفضل في مكانك وما تتعلمش من التجربة. الجزء الرابع: توازن بين القوة والرحمة. كل ما الحياة مش كلها قوة، لازم تبقى عارف توازن بين القوة والرحمة. الراجل اللي عنده شخصية بيكون قادر اللي هو يفرض سلطته قوته من غير لما يبان اللي هو غشيم. ما تتنازلش على الفاضي، لازم تسرع موقفك. في مواقف معينة لازم تبقى حازم وتاخد قرارات قوية. مش كل حاجة بتتحل بالكلام الناعم والتفاهم. لازم القوة تظهر في الوقت المناسب بقى، مش عصبية او كده، لا. ليك مبادئك، خلي اللي يتعصب يتعصب. انت يا عم انت هتتعصب على نفسك، انا مش هتنازل. 2: خليك رحيم مع الناس. في نفس الوقت الرحمة مهمة. الراجل القوي هو اللي بيعرف يتعامل مع الناس برفق وبيفهم مشاعرهم. يتعامل مع الناس باحترام ورحمة هتكون في نظرهم راجل حقيقي. طبعا ده بتكلم مع الرجالة. الستات اللي تغلط تعاقبها بغلطها. مفيش حاجة اسمها اللي انت يا خلاص انت غلطت معلش، مفيش منه الكلام ده. اللي يتعاقب، اللي يغلط يتعاقب. وانت لو سمحتها على الغلط هي عملته هي مش هتسامحك على اللي انت عملته ده.
طالما انت سامحتها هي هتدوس عليك اكتر واكتر. 3. تعامل مع الآخرين بذكاء. الراجل اللي عنده شخصية قوية مش بس بيحاول يفرض نفسه في كل المواقف، لكنه قادر على تقييم الموقف والتعامل مع الآخرين بطريقة ذكية يعني. ودي حاجة مهمة جدا في بناء الشخصية. الجزء الخامس، التحسين المستمر. وأخيرا مش هتقدر تبني شخصية قوية إلا لو كنت دايما بتسعى للتحسين المستمر. الراجل اللي عنده شخصية مش بيكتفي باللي وصل ليه، دايما بيحاول يطور من نفسه. خليك دائم التعلم سواء كان في شغلك أو حياتك الشخصية. خلي عندك شغف دايما إن انت تتعلم حاجة، قراية، تطوير ذاتي، التدريب على مهارات جديدة. كل ده بيساعدك انك تبني شخصية قوية. كن واقعي مع نفسك. 2. لو في حاجة مش عاجباك في شخصيتك اشتغل عليها. لما تتحسن بشكل مستمر ده هتحس انك بتتحسن احسن وبتطور نفسك بشكل يومي. ده يديك ثقة في نفسك. في النهاية الرجولة مش حقيقية مش في الشكل او المال، هي في شخصيتك. لو عايز تكون راجل عندك شخصية قوية لازم تبني الثقة في النفس. لازم تبني الثقة في نفسك. تحترم الناس، تكون مستقل، توازن بين القوة والرحمة من غير ما توقف. خلي عندك شغف دائم للتحسين والتطوير. الفيديو عجبك متنساش تعمل لايك واشتراك في القناة وشارك مع اصحابك لو شايف الفيديو مفيد. وافتكر دايما الرجولة مش في الشكل، الرجولة في الشخصية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.